إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، عنوان هذا المجلس المبارك طالب العلم بين الصبر والشكر، أي يجب على طالب العلم أن يتحلى بهاتين الصفتين وبهاتين الخصلتين، وهي الصبر والشكر لله عز وجل. إن الصبر له صفة حميدة يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. كيف وأن الله عز وجل من أسمائه الصبور، والصبر هو صفة من صفات الأنبياء، صفة من صفات الأنبياء عليهم السلام، فقد تحلوا بالصبر في دعوتهم، وتحلوا بالصبر عند أذى الناس لهم والصد عنهم، فكانوا أئمة في الصبر، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي إن الله عز وجل يؤيد الصابرين ويرعى الصابرين ويحفظ الصابرين. والصبر على طلب العلم لا بد منه، فلا تعتقد أيها الطالب أن العلم سيأتيك في طبق مقدم إليك لتأكله. لا، العلم لا بد فيه من الصبر والمصابرة، لا بد فيه من الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد لطالب العلم حتى ينال العلم، لا بد عليه أن يتحلى بهذه الصفة، الصبر. يقول أحد أهل العلم: إنما جمعنا العلم بالمسألة والمسألتين وبالحديث والحديثين، يعني هذا العلم الذي حواه أهل العلم لم يأتي هكذا مباشرة، فلان خلاص أصبح متعلم في ليلة وضحاها، لا، إنما جمعوا هذا العلم بالمسألة، كل يوم مسألة، بعدها مسألة، بعدها مسألة، حتى صار عندهم علم كبير. وهكذا حديث فحديث فحديث، حتى جمعوا آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لطالب العلم أن يتصبر ولا يتضجر ولا يقنط ولا يستعجل. نعم، لا بد عليه من الصبر في طلب العلم. وكما قال الشاعر: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لن تبلغ المجد، لن تبلغ القمة التي تريدها إلا بعد أن تتذوق الصبر وأن تذوق الصبر. وقال الآخر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فلا بد عليك من الصبر في طلب العلم. ولتعلم يا أيها الطالب أن طلب العلم
من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. إذن أهمية الصبر في طلب العلم لا بد منه، والإخلاص في طلب العلم لا بد أن يكون طالب العلم مخلصا في طلبه لهذا العلم. ولم لا أيها الأحبة؟ فالعلم شريف وعظيم. يكفي أن تعلم أن الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يعظمون الله عز وجل ويخشونه ويخافونه هم العلماء الذين علموا هذا الدين وتعلموا هذا الدين. فلا أحد يخشى الله عز وجل حق الخشية إلا أهل العلم. وسئل بعض السلف عن العلم فقال: إنما العلم الخشية، أي العالم هو الذي يخشى الله جل وعلا في كل كلمة ينطق بها وفي كل خطوة يخطوها. والله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من زمن يموت فيه العلماء ولا يكون لهم من يخلفهم في تدريس العلم وتبليغ هذه الأمانة. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله تبارك وتعالى يحذر الإنسان أن يتكلم فيما لا يحسن أو أن يتكلم من غير علم وإتقان. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، يجب على طالب العلم أن يتحلى بالصبر والتأني، فلا يستعجل في المسائل ولا يستعجل في الفتاوى، بل يتأنى وينظر ويبحث ويطلع ولا يكن مستعجلا. ويقول أيضا، ويقول الله عز وجل ناهيا عباده أن يتكلموا بغير علم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا تحذير من الله عز وجل من الخوض في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبدون تثبت. إن هذا العلم قد حرص عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم أشد الحرص. فهذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أو تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. انظر إلى هذا الأدب وإلى هذا التواضع، وانظر أيضا إلى هذا التجرد. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف يخاف وكيف يخشى أن يتكلم في شيء لا يعلمه، وأن يقول في شيء، أن يقول في كتاب الله شيئا لا يعلمه. وهكذا أيها الأحبة الكرام، فلا بد للإنسان أن يصبر في طلب العلم حتى يتمكن ويشهد له أهل العلم الثقات بأنه على أول الطريق، لأن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الإتقان ومزيدا من الإخلاص.
الإخلاص عزيز أيها الأحبة، وهل ما نحن فيه من نكسات إلا بسبب عدم الإخلاص. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد أن تكون نيتك يا طالب العلم خالصة لوجه الله عز وجل، ولتكن نيتك من طلبك للعلم أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تكون نيتك: أنا أطلب العلم وأتعلم العلم لكي أرفع الجهل عن نفسي فأعبد الله على علم وبصيرة، وهكذا أرفع الجهل عن غيري فأعلم الناس دين ربهم فيعبد الله عز وجل على نور وبصيرة. ولا تكن نيتك أن تتعلم العلم ليقول فلان عالم أو فلان عنده من العلم الكثير. احذر أن تخالط نيتك هذا الرياء. احذر لتكن نيتك خالصة لله عز وجل. وفي الحديث القدسي الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك. أي لا بد أن تكون نيتك خالصة لوجه الله، لا تطلب العلم ليقال فلان حريص على طلب العلم، فلان عالم، فلان حافظ. إياك أن تكون نيتك ليثني الناس عليك أو ليشيروا إليك بالبنان، بل تكن نيتك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فيا طالب العلم، إياك أن تجعل من هذا العلم سلما لطلب الدنيا، أو أن تجعل من هذا العلم سلما للفت الأنظار. واسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. أي الذي يطلب العلم فقط ليجادل أهل العلم أو ليجادل السفهاء أو ليشير الناس إليه فيقول فلان عالم وفلان حافظ، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من أهل النار. فهذا الحديث أيها الأحبة من الأحاديث التي أرهبت أهل العلم وأخافتهم في الله جل وعلا، أن تكون نية الإنسان في تعلم علوم الشرع أن يجادل في المجالس أو أن يماري السفهاء أو أن يصرف وجوه الناس إليه. هذه مصيبة من المصائب أيها الأحبة الكرام. إذن لا بد من الإخلاص في طلب العلم. وانظر إلى إخلاص الأئمة الذين جعل الله لهم قبولا في الأرض وقبولا في السماء. فهذا الشافعي، وتعرفون من هو الشافعي، يقول كلمة تقطر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، يقول: وددت أن لو نشر علمي هذا ولم ينسب إلي شيء منه. أي لا يحب أن يقال قال الشافعي، ليست العبرة عندي أن يقال قال الشافعي، وإنما العبرة عندي أن يصل الفهم الصحيح للنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله لطلبة العلم ولعوام المسلمين. إذا تأمل في قول الشافعي، هذا الذي جمع علما كثيرا وألف المؤلفات الكثيرة، يقول: وددت لو نشر هذا العلم الذي جمعته من غير أن ينسب إلي، لا يقال قال الشافعي وأفتى الشافعي وتكلم الشافعي، بل يحب أن ينشر هذا العلم ولا يحب أن ينسب إليه. فهذا في قمة الإخلاص لله عز وجل. ومن أعظم الأحاديث التي ترهب قلوب العلماء أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، وأول هؤلاء 3
رجل تعلم العلم وعلمه للناس فيؤتى به يوم القيامة فيسأله عن نعمته فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته للناس. فتقول له الملائكة في مشهد عظيم، تقول له الملائكة: كذبت، بل تعلمت من أجل أن يقال عالم، فيؤمر فيسحب على وجهه إلى النار عياذا بالله تعالى. انظر إلى هذا الذي كد في حياته وطلب العلم وحرص على طلب العلم وعلم الناس، لكن نيته لم تكن خالصة لوجه الله، نيته كانت فيها من الرياء ومن حب السمعة والعجب. كانت نيته أن يشار إليه، أن يقال رجل عالم. يؤتى يوم القيامة فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول له: ما عملت؟ فيقول: تعلمت فيك وعلمت فيك. فتقول له الملائكة: كذبت فيما تقول، إنما تعلمت ليقال أنك عالم. فيؤمر به فيسحب به إلى النار. إذن احذر يا طالب العلم من الرياء ومن حب الظهور، احذر لتكن نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. إذن يا طالب العلم، لا تجد ثمرة في الأفعال والأحوال، ولا تجد بين الناس إلا الفرقة، ولا تجد بين الناس إلا تنافر القلوب، وهذا بسبب قلة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أمرنا أن نكون أمة واحدة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فالأمر بالاعتصام بحبل الله، والأمر بوحدة الكلمة ووحدة الصف، ورحمة الصغير ورحمة الكبير على الصغير، وتوقير الصغير للكبير، شيء وأمر لا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. هكذا كانت أخلاق المجتمع المسلم في سالف الأيام. أما في هذه الأيام أيها الأحبة، نجد الحفظ كثيرا، لكن نجد بما حفظ قليل، والدليل على ذلك لا تجد ثمرة لهذا، لا نجد ثمرة في الأخلاق أو في المعاملات. نعم، تجد طالب العلم في زمننا هذا يحفظ الكثير من المتون ويحفظ الكثير من الأحاديث، لكن لا تجد عنده التطبيق لهذا العلم، لا تجد عنده التطبيق لهذا العلم، فما ينفعه هذا العلم. العلم لا بد أن يطبقه طالب العلم في حياته. والصحابة رضي الله عنهم كانت لا تمر عليهم آية يقرئهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيحفظونها ثم يعملون بها ويطبقونها في حياتهم، وهكذا ينتقلون إلى الآية التي بعدها. إذن الإخلاص أيها الأحبة ركن ركين لطالب العلم. لماذا أطلب العلم؟ أطلب العلم لأمحو الجهل عن نفسي أولا، ثم أبلغ هذا العلم للناس ليعملوا به، لأنجو أنا من عذاب الله في الآخرة، وينجو الناس بسببي، فيكون في ميزان حسناتي يوم القيامة. وهذا هو طالب العلم الرباني الذي يطلب العلم على سبيل النجاة. تطلب العلم لتنجو من عذاب ربك ولينجو الناس من العذاب. هكذا يجب أن تكون نيتك يا طالب العلم. هذا هو الأصل أيها الأحبة الكرام، وهذا ما تعلمه السلف الصالح من الصحابة،
وما تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل يا طالب العلم في مواقف السلف الصالح، فهذا أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي يقول: لا ينال هذا العلم أو لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه. يعني مقصود كلامه أن العلم لا ينال إلا إذا فرغ الطالب وقته كله للعلم. نعم، يجب عليك يا طالب العلم أن تشغل وقتك كله بطلب العلم، أن تتفرغ لطلب العلم ولا تشغل نفسك بغير ذلك. ومعنى كلامه أي ترك الزراعة، لأن الأصل أيها الأحبة الكرام أن يفرغ طالب العلم للعلم، بل إن بعض أهل العلم أجاز لطالب العلم إذا كان فقيرا أن يأخذ من سهم، أي من أسهم الصدقات، لقول الله عز وجل: وفي سبيل الله، وهو أحد مصارف الزكاة، أن يأخذ الزكاة ليتفرغ لطلب العلم احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القاسم: أفضى بمالك بن أنس رحمه الله طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه في بداية الطلب. انظر إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومن أئمة الحديث، لما كان في بداية طلب العلم وكان يمر بفقر شديد، ماذا؟ نقض سقف البيت وهدم سقف البيت وباع سقف البيت. لماذا؟ ليقتات عليه ويطلب العلم ولا يشغل نفسه بالعمل، بل يشغل نفسه بطلب العلم فقط. وقال يحيى بن سعيد القطان حينما ذكروا أمامه طلب الحديث قال: كنت أخرج من البيت قبل الغداة فلا أرجع إليه إلا في العتمة، يخرج من بيته قبل الفجر فلا يرجع إلا بعد صلاة العشاء. كل وقته في طلب العلم وفي طلب الحديث، فرحم الله الإمام يحيى بن سعيد القطان. وقال ابن شهاب، وتأمل في كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، قال: مكثت 45 سنة. مكثت 5، انظر إلى صبره، مكثت 45 سنة أختلف بين الشام والحجاز فما وجدت حديثا أستبعد مكانه. يعني إذا سمعت بحديث والمحدث في اليمن أنطلق إلى اليمن، ينطلق من بلاد الشام إلى بلاد اليمن ليسمع هذا الحديث، وإن سمعه في الحجاز انطلق إلى الحجاز ليأخذ الحديث من المحدث، ولا يستبعد الطريق ولا يتكاسل. وقال عبيد بن يعيش رحمه الله: أقمت 30 سنة. انظر يا طالب العلم إلى صبر السلف الصالح، وأنت تريد أن تحوز العلم في بضعة أيام. لا بد من الصبر. يقول رحمه الله: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي، يعني بالليل كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، يأخذ لقيمات في فمه من أخته لأنه ليس لديه وقت أن يجلس على مائدة الطعام الوقت الطويل ليأكل. 45 سنة لا يجد وقتا يأكل فيه، يكتب الحديث وأخته تلقمه في فمه وهو يكتب الحديث. انظر كيف شغلوا أوقاتهم بهذا العلم.
وقال محمد بن حبيب رحمه الله تعالى: كنا نحضر مجلس أبي إسحاق إبراهيم بن علي لطلب الحديث، فكان يجلس على سطح له ويمتلئ هذا الشارع بالناس الذين يحضرون للسماع ويبلغ المستمعين عن هذا العالم. فقال: وكنت أقوم في السحر. انظر، يقول محمد بن حبيب: يقوم في السحر أي قبل الفجر، فينطلق إلى هذا المحدث فأجد الناس قد سبقوني وأخذوا مواضعهم، وحسب الموضع الذي يجلس الناس فيه فوجد مقعد 30,000 رجل. انظر، 30,000 رجل يحضرون درس هذا الإمام. ومن متى يحضرون؟ من قبل الفجر يستعدون. فكان يأتي فلا يجد مكانا ليجلس فيه، يعني الشارع كان يمتلئ الذي فيه العالم المحدث. وكان هذا الرجل حريصا أن يأتي في السحر، فجاء في السحر أي قبيل الفجر، فوجد أن المكان قد امتلأ بالناس من شدة حرصهم، وحسب أعداد الناس في هذا الشارع فوجد أنهم 30,000 رجل. الله أكبر، ما أعظم الحرص على طلب العلم. الله أكبر، ما أعظم الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، ما أعظم الحرص على نفع الناس وتبليغ العلم للناس. وقال محمد بن قدامة: سمعت شجاعا يقول، سمعت أبا يوسف يقول: مات ابن لي. انظر إلى أبا يوسف رحمه الله يقول: مات ابن لي، توفي ولده، فلم أحضر تجهيزه ولا دفنه، وتركته على جيراني وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني. الإمام أبو يوسف القاضي وهو في بداية طلبه للعلم على شيخه وأستاذه الإمام أبو حنيفة يقول: مات ابن لي. القائل هو أبو يوسف، يقول: فتركته لإخواني وجيراني فلم أحضر تجهيزه ولا تغسيله مخافة أن تفوته مسألة من الإمام أبي حنيفة فيتحسر عليها. انظر، مات ابن له، ما ذهب ليبكي عليه ويشغل نفسه ويغسله ويكفنه، ترك الجيران وأقاربه يغسلون ولده ويدفنونه، وهو ذهب لطلب العلم وذهب ليحضر مجلس الإمام أبي حنيفة. كانت لديهم نية صالحة في طلب العلم، وكان لديهم إخلاص وتجرد لله سبحانه وتعالى، ففتح الله جل وعلا عليهم ببركة ما في قلوبهم من إخلاص لله سبحانه وتعالى. وقال إمام المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيته وامتحنني. كانوا قديما يمتحنون طلبة العلم ليتأكدوا من الفهم الصحيح، لأنه ربما طالب العلم يحفظ العلم لكن جانبه الفهم الصحيح. فعلماء السلف أخذوا هذا العلم كابرا عن كابر، أخذوه عن شيوخهم. أما من يأخذ العلم من الكتاب فقط فهذا ربما أخطأ في الفهم، فكانوا يقولون: لا تأخذ العلم من صحفي، أي الذي جعل الصحيفة، أي معنى الكلام أن العلم لا يؤخذ من الكتاب فقط، بل لا بد من التلقي من المشايخ. وكما قيل: من كان شيخه كتابه كثر خطأه. فلا بد من طلب العلم، أن تطلب العلم على يد العلماء والعارفين، وهكذا
تستعين بالكتب. وقال أحد السلف: خرجت من بلاد الشام من دمشق إلى مصر. انظر، هاجر من دمشق من سوريا إلى مصر، ومن مصر إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى العراق، ثم من العراق إلى الحجاز مرة أخرى. يقول 7 سنين، يقول كل هذا على قدمي، يسافر على قدميه لطلب العلم. انظر إلى قمة الحرص وقمة الصبر في طلب العلم. وأنتم تعرفون أنه في الطريق لا يوجد ماء، وأحيانا لا يوجد طعام، وأحيانا لا توجد دابة تحمل طالب العلم إلى ما يريد، فتحدث لهم أحوال وحاجات ومشاق. كل هذا إخلاصا لله، تجردا لله، وطلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إن كنت لأغيب الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، حديث واحد من أجله يتغيب عن أهله الأيام والليالي في طلب حديث واحد. وقال محمد بن يونس رحمه الله تعالى: كتبت بالبصرة عن 1186 رجلا، كتب العلم عن هؤلاء جميعا، عن 1186، يعني 1186 عالما أخذ منهم العلم وطلب على يديهم العلم، لم يتكبر يوما. انظر إلى كثرة الشيوخ، تدل على شدة تواضع طلب العلم، أنه يأخذ العلم من كل صاحب علم. يقول: كنت بالبصرة عن 1186 رجلا، عدد كبير جدا يا أحباب. إذن فلا بد من الحرص على طلب العلم، ولا بد من الصبر. نعم، لا بد من الصبر، تصبر. قد تأتي على طالب العلم بعض المعوقات وبعض التحديات، فلا يجتاز ذلك إلا بالصبر، لا يجتاز ذلك إلا بالصبر. لا تكون أي معوقة تعوقك تستسلم لها وتخضع لها، بل لا بد أن تصبر نفسك وتجتاز الصعوبات. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان هاجر من بغداد إلى اليمن ليطلب الحديث، وهاجر إلى مكة ليطلب الحديث. وهكذا معمر بن راشد رحمه الله تعالى سافر إلى اليمن ليطلب العلم وليطلب الحديث. وهكذا الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني كان طلبة العلم يأتون إليه من كل بقاع الأرض. فأنت يا طالب العلم إن سافرت لطلب العلم فلا تستثقل هذا السفر، بل تمتع به، واعلم أنك بسفرك هذا تتقرب إلى الله عز وجل بسفرك لطلب العلم. أما الأمر الثاني فلا بد لطالب العلم أن يشكر الله عز وجل على أن وفقه لطلب العلم. فالله عز وجل اصطفاك من بين مليارات الناس لتكون مسلما، واصطفاك لأن تكون طالبا للعلم. فكم من المسلمين ما يعرفون العلم، لا يعرفون كيفية الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح والمسائل التي يجب عليهم أن يعرفونها. وأنت يا طالب العلم اصطفاك الله من بين كثير من الناس لأن تكون طالبا لهذا العلم.
ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. الملائكة تحفك بأجنحتها وتبسط لك أجنحتها لتطلب العلم، فلا بد أن تقابل هذا العلم بشكرك لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أعني على النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا بد لطالب العلم أن يشكر الله عز وجل وأن يكثر من شكر الله عز وجل، وينبغي عليه أن يستغل كل دقيقة. استغل كل دقيقة، وأنت في هذا المسجد تطلب العلم لا بد أن تستغل فيه كل لحظة، فأنت اليوم طالب علم وما زلت صغيرا، فما هي إلا أيام تنقضي وأصبحت داعية إلى الله عز وجل. أصبحت داعية إلى الله عز وجل، تعظ الناس وتخطب بين الناس وتفتي الناس في مسائل تعلمتها وأتقنتها وحفظتها، فينتفع الناس بعلمك. إن شكر الله عز وجل نعمة من النعم، فلا بد على طالب العلم أن يشكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكثير من الناس يفهم هذه الآية لئن شكرتم لأزيدنكم أي في المآكل والمشارب وفي الأموال. هذا فهم ناقص وفهم قاصر، بل إن من أعظم النعم عليك أيها المسلم أن وفقك الله للإسلام، ومن أعظم النعم على المسلم أن هداه الله للإسلام، ومن أعظم النعم عليك يا طالب العلم أن هداك الله عز وجل لطلب العلم. فلا بد أن تقابل هذه النعمة بالشكر لله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم العقوبة أن يصرف المسلم عن طاعة الله وعن طلب العلم، فكن حريصا يا طالب العلم أن تتعاهد نفسك بالشكر على نعمة طلب العلم، وادفع عنك وساوس الشيطان، فالشيطان يريد أن يثنيك على طلب العلم، ويأتي لك بالوساوس والمعضلات والتحديات. فيأتي لك الشيطان بالوساوس ويقول لك: انظر إلى العلماء ما أكثرهم، هل الناس ينتظرونك أنت لتأتي لتعلمهم؟ فيأتي له بالتحديات وبالصعوبات. فيجب على طالب العلم ألا يتثبط، بل يصبر ويشكر ربه سبحانه وتعالى. إذن يا طالب العلم لا بد أن يكون عندك إقبال على الله في المحافظة على الطاعات والتزود من النوافل. نعم، طالب العلم لا بد أن يحرص وهو في هذا المسجد، يحرص على النوافل. نأسف أن بعض طلبة العلم لا يصلون الوتر، لا يختمون صلاة الليل ب3 ركعات، أو لا يوتر قبل أن ينام، فهذه مصيبة وكارثة. أنت يا طالب العلم كل يومك في المسجد ومع ذلك تقصر في النوافل. نلمس كثيرا من طلاب العلم لا يحافظون على السنن الرواتب، الركعتين القبلية قبل صلاة الفجر، وهكذا
4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. نجد كثيرا من الطلاب يتهاونون بها، فهذا نخاف أن يكون من الخذلان، أن الله عز وجل يخذلك. فعليك يا طالب العلم أن تتزود بالطاعات وبالقربات، وأنت في هذا المسجد قد فرغت وقتك لطلب العلم، إذن فاشغله بالطاعات واشغله بالقربات. احرص على صيام الاثنين والخميس، احرص على أن تتقرب إلى الله عز وجل بالصلوات. هكذا اشغل نفسك واجعل وقتك عامرا بذكر الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على طالب العلم أن يصبر. قد تجد صعوبة مثلا في الطعام، لا يكون الطعام لذيذا بالنسبة إليك، لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. وأنتم هنا في نعمة الأمن والأمان. غيركم من طلبة العلم مقبلون على طلب العلم وهم يعيشون أوضاعا متدهورة، أوضاعا غير أمنية، وهكذا يمرون بأيام قد لا يقدم إليهم إلا وجبة الأرز ليس عليها شيء، أرز صافي، ومع ذلك يصبرون ويتحملون. فأنتم يا طلبة العلم عليكم أن تصبروا، وعليكم إن مرت بكم شدائد وصعوبات عليكم أن تتحلوا بالصبر، وأن تواجهوها بالصبر والشكر لله عز وجل. لا تتسخط، بل اصبر واحتسب واجتهد في طلبك للعلم. أسأل الله عز وجل أن بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طلب هذا العلم، أن يعيننا وأن يوفقنا للاستمرار في طلب العلم، وأن يجعل طلبنا لهذا العلم خالصا لوجهه الكريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بكل خير وعافية، وأن يجنبنا كل شر ومعصية. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يدخلنا جنته، وأن يباعدنا عن ناره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.